جميل. ما انت كيف انت؟ هيا بترتاح. يعني اهم الاراضي هذه ماشي موجوده، يعني حيدخلوا معنا بالشراكه. هيا بسم الله، هيا نبدأ. اي شو؟ نبني المصنع معه باقي شراق. هيا قيام بسم الله. جي مكاني. الكرفتة هندسة سمحت. جي مكاني. لا جي مكاني وانا ارجع اسوق. ايش فيك؟ جننتني زيك عقلي. لا جبرك ولا ارضي عليك. أنا قلت بس ساعد. يا باشمهندس الله يحفظك، حاول تقنعهم انهم يأجلوا المشروع وانا ايش اتصرف. انا مشتيش المزارعين يعرفوا بالمشروع هذا ولا يعرفوا ليش بين اشتري انا منهم الاراضي. انا اسف، عفوا، ما قدرش. الصدق. طيب ولا يهمك غالب، ادي له اي حاجه خليه يحلي لكفه. لا إن رشوة. عفوا. لا يجوز عفوا، اعذرني. الله المستعان، هي ما هيش رشوه، هي بس يعني تمشي امورك. يابا والبهذلة. أنا آسف، لا تحرجني شيء يا منعاه. هات يا غالب، اسبوك الباشمهندس. لكن كنت تعاون معنا، لا تكونش تخليك كمل طماع. هندسة لا تزيسبل في الصاع اللي بيسق راح كله. اسمعني، أنا أعدش لها منك، بس مشي لي هي للجهل حقي علشان ايش؟ حق جعالة. أنا كلمتك في التلفون حق جعالة. اسمعني، أنا عاد أحاول أقنعهم، تمام؟ وأنت يا منعه بنحاول نقنعهم بأسلوبك يكون هكذا لطيف. خلي أسلوبك سلس لطيف. أنا عاد أعلمك، قول خليك ما أنت بتماها صلي على طه. ولا يهمك، أنت خلاص اقنعهم وأنا ايش أتعلم منك. يا فلاح الله، هي تباع. أنا حتسيري ولا مكان. كيف ولا مكان؟ ولا من لابس الستارة؟ كنتي ناوي تهربي صح؟ أيوة، ولا تزوج عم مش مبخوت. للمو مالح عمي مبخوت، مش هو رجال. وبعدين احنا قررنا نزوجش ولازم تحترمي قرارنا، فهمتي يا أم؟ كيف تقرروا هكذا بدون ما تاخذوا رأيي؟ يعني إن لهذه الدرجة بدون قيمة عندكم؟ منيح بناخذ رأي البنات في الزواجة، أو قد أنتي شي تقلدي أختش. والله ما اتزوج عم مش الشيء بهذا. كل ما أفكر بحياتي معاه أموت من داخل. يا سلام، لعبت بعقولك هنا المسلسلات هذا الأيام والخبالة. وإذا أنا تزوجت أبوش هو أكبر مني وما تحاكتش ولا فتحت لقفي. ليتش ما تزوجتي، كنا دحين عشنا أحلى عيشة. مرة أقول ليش لا تلاقيني عليا، فاهمة؟ ايش في؟ يا عبد اللطيف لو تبسر بنتك رديتها من وسط الشارع قدي كانت شي تهرب. لا تصدقهاش، أنا كنتش تخرج ألقريها شو ما هواك قبل ما يصير عند مبخوت. شو ما تهميش كلام الناس؟ أنت طول حياتك ما يهمك كلام الناس، ما يهمك سعادة بنتك يابا. أنا اللي بتزوج مش مهم يابا. أنا بدالك واقفة زواجي هذه، أنا مش أتزوج يابا. لا تحكمش عليا بالموت، أنا مش أتزوج مبخوت يابا. اسأل بنتك يا عبد اللطيف ليش جيت بسمها اليوم تدورها لهانا وانا طرطة. مانيش دارية والله، ما أنا دارية يابا. اللي يهمني دحين إنك توقف الزواجة هذه. أنا مش أتزوج يابا. كل هذا بسبب اختي وعمايلها يا بنتي، ولا ما كنتش عتزوجش مبخوت. الرجال جاي يعزش ويطلبش للزواج على سنة الله ورسوله، غير ما يفعلها. اطلعي، لو بصيرش خارج البيت عتسر رجلش. يلا. إن هذا الذي قدرك ربي علي يا عبد اللطيف. انه ما تشي نافع على ذبح البنت عادي صغيرة من حقها ترفض. يابا من أي حين قدك حنونا كذا يا عبد اللطيف. خلاص يا شجاع، مش انا ناقصش. انتبهي للبنت، وانا عاد اسير مشوار واقفل الباب من الخارج. يعني بزي. الله يرحمك يا رحمة. تذكري يوم ما قلت لك إن أنا ما عاد أتزوجش بعدش، حتى لو عشت 100 سنة بعدش؟ تذكري صح؟ لا صدقينيش.
لأنه أصلا وقتها ما كنت داري بالقرية إن فيها بنات زي ما أميرة. أول ما شفت أميرة الصدق والله ما عاد قدرت أقاوم جمالها، وحسيت إن قلبي اليابس رجع أخضر وازهرت وروده. أنا متأكد لو تبصريها يمكن تعذريني، مش يمكن أكيد تعذريني. سامحيني علشان يرتاح ضميري، وإذا أنتِ رافضاه ادي لي أي علامة أو أي إشارة أدري أن أنتِ رافضة. السكوت علامة الرضا. أنا داري إن قلبي حالي، أنا في دارش. اسمع يا شيبة، أمان لو ما أدري لك من أمير بنت عمي لأخذ روحك وادفنك هنا جنب زوجتك. الله المستعان. ما عاد لقيتيش من درس لي لا معتز، قلبي أسود لهذا الدرجة. سمعت ما قلت لك يا شيبة ولا ماشي؟ اسمع، بعد ساعات أميرة حتكون زوجتي، ومشيش اسمع اسمها في لطفك مرة ثانية. عاي وش اتزوج أميرة غصبا عنك وعنها. هي اسمع، جرب وتزوج أمير بنت عمي وبصير كيف أزفك أنا بنفسي. لا أنا ما مقبره. دقق أنت تكسرني، أنت ما تعرف تكسر دجاجة. أعرفك وعاد أنت بتختار بغير حفاظة، والمخاطب ملا المجال. أيوة مساحت. هيا لو يدرى جراح إنك بتهددني ما أعرف علبك. شطور حبيبي، اسمع الكلام بعد لا تكون تصدق للذي يطابزوا. من شاورك بالقد ما عاونك بديه. تمام. خلاص مبخوت قرر يتزوج أميرة. شعب حاسد وحوجوه من كل بقعة. يا عم عبد الله ضيف، اسمع، هذا الزواج لا يمكن تم إلا على جثتي. ويقولون أبوك لو ما تمنع. أنا ابن أخوك والبنت ما لها إلا ابن عمه، وأنا مستعد أزل عنده الشيخ جراح وأخليه حاكي عمه إنه يبطل العرسان. رديناك المال الناس، عيب. وبعد أنت ما تفهمش بالقبيلة أو كيف؟ وهي بنتي وأنا أدرى بمصلحتها. مصلحتك أنت، أما أميرة إيش مصلحتها؟ ما مصلحتها من هذا العرسان؟ اسمع، رد لك من الحكا حقك هذا. أميرة مشي لك بتفهم؟ أنت دائما تدور مصلحتك ولا فكرت مصلحتي حتى مرة واحدة. الظاهر إنك نسيت وصية أبي ما وصك عليها قبل، وأنا فرحت معي يا عم سندي وظهري. أنا عارف إنك عدت في وصية معه، وأيام كنت أنت غارق مع نفسك ومصالحك أنا كنت عايش في ضار ويتيم، يتيم بين أهلي. وفي عز حاجتي لك ما خسرتكش، حتى ما بتضل تسمعني. حتى البنت الذي بين حبات شي تحرمني منها. أنا حاولت أساعدك في حياتك بالطريقة التي أقدر عليها. الطريقة الوحيدة عندي إن أنت عاد بسير ابن أخوك كذا يحول العرس هذا لا حزن. تهددني يا نذر، عاد أذبحك. اقتلني يا عم، أسألك بالله تقتلني. أفضل ما بتصير بنت عمي تصير عند واحد شيبة. اقتلني وريحني يا عم. يا مبحوث شوفني يا مبحوث. تيجي أنت تشوفني من هنا. صار هاي. تمام باقي هذه. كيف سماها جيفة هذا الخلطة؟ كيفه؟ والله على رسول الله قال جيفه، هذه خلطة أحسن خلطة، حرام طعمها تقول عسل. هي
ها مالك انت؟ وبعدين قصدي انا علشان اقعد لك التجاعيد هذا اللي يقعدوا معطف هكذا نخليك ما شاء الله عمرك مثل